الفنانه نعيمه عاكف ويقدمهم لشركه نحاس فيلم، يعملوا فيلم كده خفيف، نجح سقط ما فيش حاجه، كده كده الشركه خسرانه. وقدموا اول بطوله للفنانه نعيمه عاكف فيلم العيش والملح، وكانت المفاجاه غير عاديه، نجاح الفيلم نجاح ساحق، وكل ما يعني عايزين يشيلوه من السينما عشان يحطوا فيلم تاني الجمهور يعترض ويبقوا عايزين الفيلم مره تانيه، وحقق نجاح كبير جدا جدا. وبعدها ده كان سنه 49، يعني بعد فيلم ست البيت بحاجه بسيطه جدا، بعدها توالت افلامها. يعني مثلا فيلم لهاليبو ده اول فيلم يكون من افلام العيد، زمان ما كانش فيه فيلم للعيد الصغير او العيد الكبير، لا كان بيحطوا الفيلم ويتشال قبل العيد، في وسط العيد، بعد العيد، انما فيلم ينزل في العيد. كان اول نجمه تعمل الموضوع ده الفنانه نعيمه عاكف من خلال فيلم لهاليبو، ولحد دلوقتي في افلام للعيد الصغير والعيد الكبير وللمواسم يعني. وفيلم لهاليبو نجح نجاح غير عادي. وعايز اقول لحضراتكم ان المخرج احمد كامل مرسي كان عايز يغير اسمها، هي اعترضت، قالت لا انا حابه اسمي وحابه اسم عيلتي، واعترضت ان اسمها يتغير مره ثانيه. وبعدين اتجوزت من المخرج حسين فوزي بعد وفاة زوجته، واستمر الزواج فترة طويلة، وكان دي صورتها مع الفنان حسين فوزي أثناء زواجهم. وعاشت معاه فترة كويسة جدا، وكان بس سبب الانفصال إن هي كانت عايزة تخلف وهو كان عنده أولاد، ما كانش عايز ينجب منها يعني. فده كان سبب الانفصال. لكن قدمت مع الفنان حسين فوزي مجموعة كبيرة جدا من الأفلام الهامة الجميلة، زي طبعا فيلم النمر، واتكتب على الشاشة معبودة الجماهير الفنانة نعيمة عاكف. وايضا فيلم عزيزة، دي صورة نادرة